كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ايه رأيكم بقى النهاردة نعمل غدوة اقتصادية كده، يعني بربع فرخة هتغدي أسرتك كلها وتعملي كمان أحلى غدا. وزي ما انتوا شايفين كده معايا ربع فرخة، اللي هو يعني نص الصدر بتاع الفرخة. يعني حاجة كده، هنعمل حاجة جميلة وكلنا هنحبها وكل ولادك هيحبوها وهتبقى جميلة وسريعة جدا. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي، ونصلي ونسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل ايه. معايا صدر الفرخة قطعته شرايح زي شرايح البانيه، وبقطعه كده ايه زي تقطيعة الشاورما بالظبط. يعني بعد ما قطعته شرايح زي ما انتوا شايفين كده هبتدي اقطعها زي صوابع صغيرة كده، اللي هي تقطيعة الشاورما يعني. بجد أكلة اقتصادية جدا لما تكوني كده، وكمان سريعة لما تكوني مزنوقة في الوقت، أو برضو آخر الشهر كده بتكون الدنيا، انتوا عارفين الظروف الاقتصادية كلها دلوقتي على الكل. فلازم نعمل أكلات موفرة وفي نفس الوقت تكون حلوة ويكون طعمها حلو ومعمولة بطريقة حلوة وترضي ولادنا ويحبوها. وبطريقة برضو غير مكلفة. زي ما انتوا شايفين كده أنا بعد ما قطعتهم حطيتهم في طبق كده، وهجيب طبق تاني هحط نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة توم باودر، وبصل باودر، وهحط ربع معلقة كده من الحبهان الباودر برضو، وربع معلقة برضو من الورق اللوري الباودر، ومعلقة صغيرة من الملح. وهخلط كل التوابل دي كده مع بعض كده. انا بحب اعمل الحكايه دي عشان ايه؟ لما اجي احطها على الفراخ تنزل كده على كل القطع بتاع الفراخ تتبل، ما احطش كده مباشره على الفراخ. انا بحب كده احسن. عايزه تنزلي على الفراخ على طول ما فيش مشكله. هنا حطيت معلقه من الخل. ليه معلقه الخل؟ وهحط معلقتين من الزيت. معلقه الخل هتساعد ان انسجه الفراخ تستوى بسرعه وتتفتت، وكمان هتساعد ان القطع الفراخ تشرب التتبيله بسرعه. يعني ده بيساعدها ان هي تتشرب التتبيله بسرعه. شايفين؟ دي احلى طريقه تعملي بيها لما تكوني هتستخدمي قطع الفراخ في حاجه، في صينيه رقاق او في مكرونه او في اي حاجه، لازم تتبليها وتسيبيها كده 10 دقايق. ده طبعا بتشرب الطعم احلى من ان تحطيها على النار وتنزلي بيها بالتوابل. وجربي وعلى ضمانتي. هنا هجيب طاسة انا سبتها كده 10 دقايق بالظبط. على ما تتشرب التتبيلة دي والبهارات هنعمل الصلصة. هنا هجيب طاسة او كسرولة، هنزل فيها ببصلة كده متوسطة متقطعة ناعم، هديها يا دوب تشويحة كده لحد ما البصلة تصفر. زي ما انتوا شايفين كده، يعني مش البصلة تصفر، تدبل شوية كده، ما تخشش في الصفار قوي يعني. وهنزل عليهم بلتر من عصير الطماطم متصفي من البذر والتفل، يكون متصفي، لازم يكون متصفي زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى اديلها البهارات بتاعتها. اديلها معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح، ورشه كده ربع معلقه صغيره من السكر علشان الحموضه. اي صلصه هتستخدميها لازم تحطي فيها رشه من السكر. وحطيت كده نص مكعب من مرقة الدجاج، ده مش يعني مش شرط انت تحطيه، بس برضو بيطعم الصلصة. وهسيبها كده تغلي غلوتين يا دوب تغلي، مش عايزاها تتسبك، انا عايزاها يا دوب تغلي كده. وهحطها بقى على عين البوتاجاز التاني، يعني هنقلها على عين تانية وهدي عليها النار خالص بحيث انها مش تتسبك. لا، انا عايزاها تدنها بتغلي عشان انا عايزاها سخنة. هنا بقى نزلت جبت طاسة ونزلت بقطع الفراخ اللي انا كنت متبلاها، يا دوب هي 10 دقايق على ما عملت الصلصة. ومعلقتين زيت كده برضو، وهبتدي اديهم تشويحة كده في الطاسة. بعد ما تاخد تشويحة كده لمدة دقيقتين هنزل عليهم ببصل متقطع زي شرايح كده، بصل مش متقطع ناعم. بجد وصفة اقتصادية وجميلة جدا وفيها كل العناصر الغذائية. هنا انا نزلت دي اختياري، انا نزلت عليهم بجزراية مبشورة،
الجزر ده علشان ايه؟ يزود القيمة الغذائية. انت عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها خلاص. بس انا بحب لما اعمل حاجات زي دي ازود القيمة الغذائية بتاعتها. طبعا لما كل ما تزودي الخضار بيكون القيمة الغذائية بتاعتها اعلى. وكمان حطيت فلفل اخضر، وهنا عندي فلفل الوان كده، حطيت حوالي نص كوبايه كده من الفلفل الالوان برضو، بس ده متفرز. يعني الفلفل الاصفر والاحمر اللي هو الالوان ده كان متفرز، اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض. والله بينفع في المواقف اللي زي دي بطريقه رهيبه. وطبعا الاخضر موجود على طول، فانا نزلت بالاخضر فريش، وهديله تشويحه كده لحد ما الفراخ تستوي. لو ما لقيتهاش استوت بتحط لها ربع كوبايه ميه لحد ما تستوي. هنا بقى هجيب معايا 4 طواجن، هقسم مقدار الفراخ على ال4 طواجن زي ما انتوا شايفين كده. حاجة سهلة كده وبسيطة وسريعة ولذيذة، وفيها كل العناصر الغذائية، فيها البروتين وفيها الخضار وفيها النشويات، ومن غير ولا تعب ولا مجهود. هنا ال4 طواجن دول هياخدوا معايا بالظبط يعني كيس مكرونة اللي هو 400 جرام. طبعا بتنزلي كده طاجن المكرونة لازم يكون لحد 3/4، ما تملهوش على الاخر، لان طبعا المكرونه لما هتستوى هتزيد. بملاه كده زي ما انتوا شايفين كده، بتسيبي حوالي سنتي ونص كده او 2 سنتي من حرف الطاجن، ما يكونش مليان مكرونه على الاخر. وهنزل بالصلصه هوزعها زي ما انتوا شايفين كده، وهحاول بالمعلقه كده انزل الصلصه لتحت كده عشان تتقلب في المكرونه كلها. ولازم تكون لازم تكون الصلصه بتغلي، وكمان مستواها بسوى مستوى المكرونه، يعني ما تبقاش اقل، لا. لو لقيتيها محتاجه شويه ميه عادي زودي ميه مغليه. شايفين زي ما انتوا شايفين كده المكرونه بتسويها بظهر المعلقه كده، بحيث انك انت تلاقي الصلصه يعني بسوة المكرونه زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى هبتدي اغلفها كويس قوي قوي قوي، واحكم الورق الفويل عليها، لان لو مش مقفوله كويس هتبص تلاقي وش المكرونه هينشف، يعني الطبقه اللي فوق دي هتنشف. هنا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 220. طب هتحطيهم لمده قد ايه؟ هحطهم لمده نص ساعه، وهحطهم على الشبكه، والشبكه تكون قريبه من القعر، يعني تكون على تحت، على اول رف من تحت. يعني الشبكه بتكون قريبه من الصاجه من تحت، وبرصهم في صينيه بالشكل ده كده علشان يبقوا سهل عليا ان انا اطلعهم. بيقعدوا قد ايه؟ نص ساعه بالظبط. ما تكتريش عن نص ساعه، لانك لو كترتي عن نص ساعه المكرونه هتستوى قوي زياده عن اللزوم. طيب انت جيتي تطلعيها وما لقيتهاش مستويه، يعني لقيتي لسه فيها كده مش مستويه قوي، هتزوديها كده حوالي ربع كوبايه ميه ولا حاجه، ولا معلقتين ميه كده، وتسيبيها برضو لمدة 10 دقايق هتكمل سواها. بس هي بصراحة ما بتاخدش اكتر من نص ساعة. يعني انت تظبطي التايمر بتاع الفرن بتاع البوتاجاز على نص ساعة على درجة حرارة 220. وزي ما انتوا شايفين كده، بصوا حاجة سريعة فعلا، 10 دقايق وبربع فرخة تغدي البيت كله احلى غدوة، وحاجة كده ولادك هيحبوها. انا قلبت طاجن واحد علشان اوريكم الشكل بتاعه النهائي، وسبت الباقي بقى. يعني هي بتبقى حاجه لذيذه كده لما تسيب لهم هم الطاجن، كل واحد يقلب الطاجن بتاعه في الطبق كده، بتبقى يعني حاجه لذيذه وحلوه. تحمري بقى جنبها بطاطس، تحطي شويه صوص، اي حاجه. يعني هو مش محتاج حاجه بصراحه، هو كده بيبقى سخن كده ولذيذ وبيدفي وسريع. ويا رب الفيديو بقى يعجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا للفيديو لايك لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. هنا انا عاملة الزيتون المخلل اللي كنا عاملينه مع بعض، وبطاطس محمرة، وهنا صوص سويت شيلي صوص. ويعني بصوا اكلة كده اقتصادية وحلوة. اهم حاجة ان احنا بنعمل من الفسيخ شربات، يعني تغدي بيتك كله بربع فرخة ولا يهمك، هتعملي احلى اكل. بس انت لو داخله المطبخ كده بنفس راضيه وقلب صافي كده وعايزه تعملي لولادك حاجه حلوه هتعمليها. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لسفرة